نشكر حضور جميع زملائنا الصحفيين، ونشكر أيضا حضور وجهاء العشائر وضيوفنا الكرام. بيان صادر عن غرفة عمليات غضب الفرات. تستمر المرحلة الثانية من عملية تحرير الرقة وريفها التي انطلقت بتاريخ 10 كانون الأول 2016 بناء على مناشدة أهلنا في محافظة الرقة لتحريرهم من إرهاب داعش، وبقرار من المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية. وقد تم خلال هذه الفترة تحقيق ما يلي: أولاً تحرير مساحة 2480 كيلومتر، تم فيها تحرير 196 قرية وعشرات المزارع والتلال الاستراتيجية وقلعة جعفر التاريخية الأثرية. وبذلك يصبح مجموع ما تم تحريره منذ بدء عملية تحرير الرقة بشكل كامل مسافة تبلغ 3200 كيلومتر مربع، تتضمن 236 قرية والعشرات من المزارع والتلال الاستراتيجية، لتصبح مدينة الرقة محاصرة من ناحيتين الشمالية والغربية. ثانياً تم القضاء على 620 إرهابي، جثث 115 بأيدي قواتنا، وأسر 18 إرهابياً، والاستيلاء على أعداد كبيرة من الأسلحة والذخائر والسيارات العسكرية والمدافع. وتم مواجهة 40 سيارة مفخخة تم تدمير قسم كبير منها قبل بلوغ هدفها والاستيلاء على بعض منها. ثالثاً تم تحرير عشرات الآلاف من المواطنين في الريف الغربي لمدينة الرقة، ومن ثم إعادتهم إلى قراهم بعد تحريرها وتأمين سلامتهم وتقديم يد العون لهم. رابعاً انضم ما يقارب 2500 مقاتل من أبناء المنطقة منذ بدء العمليات العسكرية، حيث تم تدريبهم وتسليحهم بالتعاون من قوات التحالف الدولي. خامساً استشهاد 42 مقاتل من قواتنا في هذه الفترة، من بينهم 3 مقاتل أمميين بريطاني كندي أمريكي كانوا قد انضموا طوعا إلى حملة غضب الفرات، و3 مقاتلين من المجلس العسكري السورياني امتزج دماءهم بدماء رفاقهم في السلاح من مقاتلين العرب والكرد. إننا في قيادة غرفة عمليات غضب الفرات في الوقت الذي نشكر فيه أهلنا العزيز في المناطق المحررة في ريف الرقة على استقبالهم الحافل لقواتنا ومساعدتهم لوحداتنا الأمامية في الحملة ومشاركتهم في حماية قراهم، نؤكد لهم بأننا سنصون عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا في حمايتهم مهما كانت التضحيات، وندعوهم إلى تنظيم مناطقهم وتشكيل مجالسهم وإدارتهم التنفيذية والانخراط بشكل كامل قواتهم في صفوف قوات سوريا الديمقراطية من أجل تحرير كامل تراب المحافظة. وكذلك نشكر قوات التحالف الدولي ومجموعات الخبراء العسكريين التابعة لها الذين يتواجدون مع قواتنا على أرض المعركة على مساندتهم وتقديمهم الدعم العسكري لوحداتنا المقاتلة. ولا بد أن نشكر هيئات الإدارة الذاتية في مقاطعة كوباني بمؤسساتها الأمنية والصحية والخدمية التي قدمت مشكورة يد العون إلى أهلنا في المناطق المحررة. لقد حققت قواتنا منذ بدء حملتها العسكرية لتحرير مدينة الرقة وريفها إنجازات كبيرة،
وأنجزت مخططاتها العسكرية وفق الجدول الزمني المرسوم. ونؤكد بأن قواتنا مستمرة في قتال إرهابي داعش وتحقيق مزيدا من الانتصارات حتى تحرير مدينة الرقة وريفها ودحر الإرهاب من كامل تراب سوريا الأبية. القيادة العامة لغرفة عمليات غضب الفرات 16/1/2017